اتهموكي بانك على علاقه حب بوائل كفوري. برافو، يتهموني شو يعني؟ شو عندهم شيء ثاني يعملوا بحياتهم؟ طب ليه طلعت هالاتهامات؟ ليه طلعت بدي الخبريه؟ اسالك سؤال بس عندي صداقتك انت ووائل وقربكم من بعضكم خلت الناس تفكر في شيء انت وياه؟ 100% صداقتي مع وائل وصداقتي مع اخرين، نحن ناس بننحط تحت الضوء، بيحكوا عنا اللي هن بدهم اياه. الناس اللي ما بتدافع وما بتجاوب بتخيل اوقات بتلبسها الخبريه اكثر من الناس اللي بتدافع وبتجاوب. انا من الناس اللي ما بدافع ولا بجاوب، واصلا بس كبرت كثير الخبريه. بس عندي شغله اولى، مين له معي ومين له خصه فيي، وانت شو خصك فيي بهيدا الموضوع، واللي عم يحضر شو له خصه بهيدا الموضوع او بموضوع اخر. خير يبعث لي هلا اللي انا لي خص اللي عندك. يعني في حال كنت بعلاقه انت ووائل ما حدا خصه بالموضوع؟ في حال انا كنت بعلاقه مع مين ما كان، لا بوائل تحديدا ما حدا له خصه بالموضوع. طيب هو شخص معروف وهو شخص مشهور. انا موضوع وائل خلص بالنسبه لإلي، يعني عم حتى نحكي نحن لبعدين، حتى عم انا نحكي ما حكيت فيه ولا دفعت عنه، لانه انا بالنسبه لإلي اتفه من انه دافع عنه للموضوع كله. مايا ما فيك تقولي هيك، لانه وائل رجل مرتبط ومتزوج. نعم. لما تطلع خبريه مثل هيدا النوع في كمان محرمات وفي قصص علاقه بحرمه بيته ومنزله. يعني اذا حدا بده يحكي انه ترك مرته، اول سؤال بينسال اذا هو على علاقه بميا هل ترى ترك مرته؟ طب اول شيء ليش عندي سؤال، انتم اصلا هذا الموضوع اذا خصكم فيه حتى ما خصكم بحدا ثاني، بس انا عم بحكي عن حالي. ما هو عم بسالك، عم بقول الناس ما لها علاقه. اكيد ما لها علاقه. ايه اكيد. واصلا مين بحاسب مين على شو؟ مش عم بحاسب. لا مين بحاسب مين؟ مش عم بحاسب. مين قال انه اليوم؟ بس عندي شغله اولى كثير واضحه، خليها تكون واضحه للناس. هالمحرمات المرسومه على الورق وعلى الخبريه هي كذبه. كيف يعني؟ كذبه بيعيشها المجتمع، يعني بيتخبى وراها بس بده انه خليه يتجوز بالعلن وضمن هيدا وبيعمل علاقات. لا 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 مش هيدا قصدي. انا ما عم بحكي عن وائل، عم بحكي عامة بالعلاقه. يعني اللي بده يكون بمؤسسه اللي كنت عم تحكي فيها، مؤسسه الزواج، في يكون عنده علاقات مع مين؟ اي حدا ثاني. ومعظم الناس برات الدومين عندهم علاقات مع وهن مجوزين مع ناس اخرين، وبالدومين في ناس عندها علاقات مزوجين ومع ناس اخرين مزوجين وغير مزوجين. هيدا الموضوع يعني نظهر شوي من عبايه انه هيدا شيء صح. يعني لا منه صح. بس منه غلط. لا بس يعني بس من سير الموضوع ومن سيسره. ما حدا لا عم بيسير، عم ومنلاقي له فتوى وبنحكي فيه وانه هيدا الشيء موجود وخلينا نتقبله. واقع عم بحكي. طيب يا مايا هيدا واقع، بس هيدا واقع صح. رح جاوبك كامل، بس رح اقول لك ما بتقطعوا من جوابي، لانه انا اصلا ماني ماضيه على شيء، وما بتقطعوا من الجواب اللي انتم بدكم اياه. بنفكر بالموضوع. انا عم بخبرك خبريه واضحه جدا لكل الناس هن خاصه نحن اللي بنطلع على الهواء. انت اليوم قلتي هلا جمله تخبيتي ورا انه عم تخبريني خبريه هلا قصه بريء الذات المثاليه، ولكن اليوم ما حدا بعيش هيدي المثاليه يا راغده بكل العالم العربي. طيب نحن وبكل العالم اول اوفر كل العالم. هذا الشيء بيشرع الموضوع؟ لا يشرع اي شيء. انا عم بقول لك كلمه، لا ما تحطوا انتم بتقرروا تختاروا ناس معينين من العالم وتحكوا عنهم وتتوجهوا لهم وبتخبرين اليوم انه اكس عنده علاقه متزوج وعنده حياه عائليه هيدا موضوع خاصه فيه له، اساليه فيه له. عرفت. بس انت اللي اسمك مذكور معه بالعلاقه. انا بقول قلتها 200 بس انا قلت مليار مره. انا من اصدقائي اللي بحبهم وائل، ودو لو كنت عم بعمل شو ما كنت عم بعمل بالحياه ما بيضر بالاخرين، ما حدا له قصه فيه، وانت راغده ما إلك قصه فيه تساليني هذا السؤال. انا عم بحكي بلسان ما عنده لسان اللي بتسال بهذا الموضوع. ما بيقدروا، لانه هن اصلا مش من حقهم يسالوا بهذا الموضوع. جاوبتك اول ما بلشنا قلتي لي لتقولي للمشاهد تقولي له بمصداقيه وصراحه، لانه هو ناطر منك الصدق والصراحه الكامله. مين هو؟ بيي ولا امي؟ لحظه، لما تطلع خبريه من هيدا النوع مايا، بعيدا على انه والله الناس ما بتتخبى وراء اصبعها وايه شو فيها، يعني انه كل الناس مصاحبه على رجال وكل الرجال مصاحبين على نسوان. لا ما قلت شو فيها، قلت
انه هيدا من المسلمات. لا، بس ما احنا قلت هيك. ما بدنا نشرع على الموضوع، ما عم شرع. منه سليم. انا ما شرعت، لكن قلت ما فيك قلت الواقع كبير. في قسم معين من الناس عايشين الحياه، بس في ناس كتير كبير مش عايشينها، بعدها ملتزمه بقوانين مغرومة بيتها. وبتحب مش زوجها. ضروري مغرومه، شو ما كان، ما ضروري، ما هي- حفاظا على أنا العلاقه بحترمهم. الزوجيه. ما أنا واللي بحترمهم. كتبوا الله بين اثنين ما بيفرقوا انسان، برافو. وممنوع الزنا وغيرها من التفاصيل. 100%. هيدا انا بحترم هيدا الانسان، بس بحترم الانسان الاخر. انا هيك. سالتيني بالاول عن زواج المثليين، جاوبتك انه هو حريه شخصيه. الحريه الشخصيه ليش باقي واحد مع الثاني؟ لكن يا عمي شو بدك فيه؟ بيبقى ولا بفل؟ يا مايا راغده ما فيك انت تيجي تعلمي العالم شو عم بدها بتقولي تعمل. انا ما عندي مشكله واحد يصاحب على مرته او مره تصاحب على زوجها. ما قلت هيك، لا بعتذر منك، انا ما قلت ما عندي مشكله. طب لحظه، انا قلت لشو بيبقى معها؟ انت جيت ليش شو طلع الطلاق؟ ليش شو طلع الانفصال؟ راغده بس بدي خبرك ايه؟ انت جيت سالتيني عن موضوع شخصي مزبوط، ومن ثم جاوبتك على انه انتم بتحبوا تحطوا الناس المعروفين بخانه معينه. لما بتطلعي بنفس الوقت وبتلاقي في واقع مرير يعيشه مجتمع كامل، من مدير بنك لموظف شركه لكاميرامان لمنتج. لا يا مايا يعني ليه بيبقى؟ بتساليني لإلي، ساليهم لإلهم. عم بقول لك واقع نعيشه. حله شو وسببه شو هو حله؟ حله للانسان اللي بيظهر هيك او هيك وهو مجوز انه يطلق، ما يكون هيدا حل. يمكن حتى ما يلزم اي شخص معه. بس بدي اخبرك في ناس ما بيفضلوا حتى انه يكون هيدا حل. ليه؟ لانه هيك هن بيعتقدوا بامور اخرى انا ضدها. انا ضدها، بس هن بيعتقدوا انه انا لا، انا بدي حر، انا عندي ست حاططها بالبيت فاز وبعيش حياتي برا. مايا ولا مرة الرجل كمان ولا مرة يعني ولا مرة ظهرت مع رجال مجوز؟ لا لا. من انطلاقا من فكرة شو؟ من فكرة المرأة الثانية؟ لأنه أنا مرة. ما بتحب تكون المرة الثانية، أو ما بتحب تأذي المرأة ما الأولى؟ بحب أذي المرأة.